هو ليه السويس بيتقال عليها بلد الغريب؟ مين الغريب؟ الحكاية دي بقى عجيبة جدا، لأنه الغريب ده هو اللي سمى أهل البلد سويسة، والسويسة هم اللي سموه الغريب. في جامع مشهور جدا في السويس اسمه جامع عبد الله الغريب، بس ده ما كانش اسم الراجل الحقيقي، كان اسمه أبو يوسف ابن محمد، وهو كان قائد عسكري في العصر الفاطمي. بدأ يتعرف في مصر لما حارب الأرامطة، والأرامطة دول كانوا طائفة من الشيعة بس انشقوا عن الفاطميين، وكان معروف عنهم أعمال النهب والسرقة والعنف، وكانوا بيقطعوا الطريق على الحجاج اللي جايين من مختلف الدول العربية وعايزين يروحوا مكة عن طريق البر. فالخليفة الفاطمي ساعتها أرسل القائد أبو يوسف لمحاربة الأرامطة، واتقابلوا عند القلزم اللي هي السويس دلوقتي. ودارت بينهم معركة قوية جدا استشهد فيها أبو يوسف. فأهل البلد وقتها قرروا إن هم يكرموه، فدفنوه هناك وعملوا له ضريح وسموه ضريح عبد الله الغريب. عبد الله لأن هو عبد من عباد الله، والغريب لأن هو مش من أهل البلد. فتعرفت السويس إنها بلد الغريب، ويقال إن هو كمان كان السبب في تسمية السويس أصلا، لأنه طول المعركة كان بيقول للجنود اقدموا سواسية ترهبون عدو الله، ومع الوقت اتحرفت سواسية لسويسة واللي بقت سويس بعد كده.